فتيل أزمة جديدة يشتعل بين مصر والسودان وتبادل تصريحات نارية بين الطرفين. قال الدبلوماسي والمحلل السياسي السفير صادق المقلي إن مصر جانبها التوفيق في توقيت مبادرتها، ومصر ظلت بداية الأزمة خارج المشهد السياسي ولم يكن لها أي تأثير، مبينا أن هناك ارتباك في موقف مصر، وأول مرة ترد كلمة مبادرة كانت بعد لقاء السفير المصري مع البرهان، وتحدث عن وجود مبادرة مصرية. وفي لقاء السفير المصري مع الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة تحدث حديث مختلف تماما، وقال إنه مع الاتفاق الإطاري ويؤيدونه، وأشار إلى أن الموقف المصري ليس فيه غرابة، لكن الغرابة في التوقيت الذي وصفه بالسيء. وقال المقلي إن تدخل المصري حالة نفسية، ومصر تنزعج جدا من حكايات الفترات الديمقراطية، ودائما يتعاملون مع الحكومات العسكرية، والآن تعاطفت مع النظام الانقلابي. وقال المقلي ليس هناك مبرر للتدخل، لأن مصر أصلا عضو في الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وكلهم موجودون في الآلية الثلاثية والرباعية، لكن مصر أرادت تجاوزهم لخلق منبر موازن لإرباك المشهد السياسي وتأخير العملية السياسية. وأشار إلى أن الجامعة العربية لم يكن لها أي دور في المشهد السوداني، وقال أن المبادرة المصرية ولدت ميتة، موضحا أن التدخل الأجنبي ينقسم لنوعين: تدخل خبيث وتدخل حميد، والخبيث انتهى قديما، وتدخل الأمم المتحدة الآن جاء بإرادة سودانية، وهم مجرد مسهلين وميسرين للعملية السياسية، ومسألة حميدة جدا. والعرف الدبلوماسي لا يمنع أن يكون هنالك نشاط مجتمعي للسفراء بعلم وإذن الدولة. بدوره قال رئيس تحرير صحيفة الجريدة والمحلل السياسي أشرف عبد العزيز أن مصر ما زالت تتعامل مع السودان من بوابة الملف الأمني وليس السياسي، وهو ما يجعل كل خطواتها تجاه السودان خطوات خاسرة، مشيرا إلى أن تقديم الجانب الأمني على الجانب السياسي دائما ما ينتصر الجانب السياسي. وقال إن المخابرات المصرية تعمل من أجل تطويع العملية السياسية في السودان لصالح مناصرين لها في إطار معادلة السيطرة، مشيرا إلى أن الاتفاق الإطاري شهد تقدما كبيرا ومحاولات قطع الطريق عصة في الوقت الحالي، ومصر لا تلعب وحدها الآن في المشهد السوداني، مشيرا إلى أن مصر لم تصدر أي بيان بعد انقلاب 25 من أكتوبر، وكانت رؤيتها أقرب للجانب العسكري، وهذا شأن يخصها ولا أحد يعيب عليها في ذلك، مؤكدا أن من الصعب جدا تجاوز مصر للسياسيين السودانيين وخيارهم المطروح الآن في الاتفاق الإطاري. نفى أشرف عبد العزيز توقيعه على اتفاق مجموعة الإعلاميين الذين يدعمون الاتفاق الإطاري، وقال إن هذا شأن وطني من حق الجميع أن يدلي فيه بدلوه، ولكن في الإطار المهني قد يرى البعض غير ذلك، موضحا أن هنالك انقسام وسط الصحفيين، منهم من يؤيد الفكرة والبعض فضل الحياد، ونقابة الصحفيين السودانيين لم تصدر أي بيان في هذا الإطار. وقال إنه بحكم وظيفته رئيسا للتحرير لصحيفة مستقلة فضل وضع نفسه في خانة الحياد، ولو كنت خارج هذه الوظيفة لا يتل الاتفاق الإطاري بشكل كامل، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا نستطيع أن نحكم على لجنة إزالة التمكين ستكون قانونية أو سياسية في المستقبل، ويجب أن يسود القانون والعدالة. وبين أن اللجنة واجهت عراقيل ومعوقات من المكون الآخر في فترة عملها الأولى، ونتيجة لذلك كانت أول اللجان التي تمت التضحية بها بعد الانقلاب، رغم أن بعض حسابات اللجنة كانت خاطئة في بعض القضايا واعتذرت عنها للشعب السوداني، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذت بعد حل اللجنة كان لها سند سياسي.